Mix FM. أمجاد وبطولة هو سفيرك يا وطننا مثلك في كل دولة. سفيرك يا وطننا مثلك في كل دولة. يا سفير أغلى وطن غالي ومالك ثمن ما ترضى إلا بالصدارة مدرسة في كل فن. ألف ألف مبروك للنادي الأهلي فوزه أمس على نادي الهلال والتأهل مباشرة إلى نهائي كأس الملك للأبطال. نبارك في برنامج الجولة اليوم للنادي الأهلي هذا الفوز الكبير. تعمدنا اليوم أن تكون بداية حلقة برنامج الجولة المهندس لكل جماهير النادي الأهلي فوزهم على نادي الهلال أمس اللي استحق النادي الأهلي فيها الفوز عن جدارة واستحقاق. حضور جماهيري كبير للنادي الراقي في ملعب استاد الأمير فيصل أو عفوا ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة. الأهلي في نهائي كأس الملك هذا الموسم وحامل اللقب الموسم الماضي والمنافس كان على دوري زين هذا الموسم. الأهلي علامة فارقة هذا الموسم في البطولات المحلية السعودية. تلعبوا لعبك دروس يشهد التاريخ مجدك يا عشق ساكن في النفوس. الملك أعطى اللقب واللقب كان من زمان. قال الأهلي سفير الوطن شرق. ميكس اف ام تقدم الجولة. نرحب فيكم مرة ثانية في برنامجنا الرياضي اليومي الجولة ميكس. معكم أنا تامر الحميد. نرحب فيكم ونبارك مرة ثانية للنادي الأهلي الطرف الأول في نهائي كأس الملك للأبطال. باقي الطرف الثاني اللي راح يتحدد يوم الاثنين ما بين النصر أو الفتح. النصر فاز على أرضه في استاد الملك فهد الدولي في الرياض 2-0. باقي مباراة الإحساء اللي بتكون إن شاء الله يوم الاثنين. نذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا في برنامج الجولة اليوم على موبايلي 630 590 موبايلي 630590 زين 732222 مرة ثانية زين 732222 STC 8348 واللي حاب يتواصل معنا عن طريق تويتر عن طريق الهاشتاج الجولة ميكس. اللي حاب يبارك للنادي الأهلي من جماهير النادي الأهلي، أنا وعدت صراحة كثير من الأهلاويين أمس في تويتر اللي حاب يشارك يقول رأيه في الفوز أمس أو حتى مباراة تعادل، لكن أكيد التأهل للنادي الأهلي هو الأهم في مباراة الأمس. من الأهلي حتى جمهور نادي الهلال اللي كان طرف آخر في مباراة الأمس إذا حابين أنهم يشاركون اليوم في النقاش حول سقطات إدارة نادي الهلال المتتالية على يد إدارة النادي طبعا برئاسة الأمير عبد الرحمن بن مساعد وكل ما ينتمي لنادي الهلال. تكلمنا كثير عن نادي الهلال وتكلمنا عن سقطات الإدارة وتكلمنا عن الأمير عبد الرحمن بن مساعد وعن تغريداته وكثير من الأمور، لكن قالوا البعض يعني متقصد. هسك أقيل، هسك لم يقال، سامي استقال، سامي لم يستقيل. يعني صراحة كثير من الأمور اللي نتابعها مع إدارة نادي الهلال هذا الموسم. يعني يمكن أنا كتبت قبل كم يوم وقلت إدارة نادي الهلال المشكلة عندها الأولى جماهيرها، أنها جماهير واعية يعني تعرف وش لها وش عليها. يعني الأمور هذه اللي كانت أيام ما ودي أقول أيام الأبيض والأسود، يعني إن في أشياء تطلع إعلام خلاص، يعني صارت الدنيا
مفتوحه، وصار الاعلام مفتوح، وصار عندنا كثير من الامور والمواقع الاجتماعيه، ما صار شيء يتخبى. يعني اذا في لاعب او اداري او رئيس نادي او اي شيء صار، الامور يعني ما تدار بهالشكل. فللاسف ان اداره نادي الهلال برئاسه الامير عبد الرحمن بن مساعد كالعاده، الامير عبد الرحمن بن مساعد كالعاده يغرد اليوم ويقول ان انا اتحمل المسؤوليه. طيب ابو فيصل، يعني انت تتحمل المسؤوليه، طيب وبعدين؟ يعني كل مره انت تتحمل المسؤوليه وبعدين يعني وش اللي صار؟ يعني وش اللي استفاد الهلال؟ عموم ناخذ مشاركاتكم، لكن لا يطلع احد يقول والله العمل او ان مثلا في امور شخصيه. لا، ما في امور شخصيه، نعيد ونكرر مره ثانيه، احنا ننتقد العمل، لا ننتقد الاشخاص باسمائهم بقدر ما ننتقد اعمالهم. انا في سؤال محيرني صحيح ودي اقوله لكم بما يختص مدربين نادي الهلال. بدايه الموسم تعاقد نادي الهلال مع توماس دول المدرب الالماني. مين اللي تعاقد معه؟ الامير عبد الله بن مساعد عضو الشرف. ممتاز. مين اللي اقال توماس دول؟ عضو شرف اخر. والان مين اللي تعاقد مع هاسك في نادي الهلال؟ عضو الشرف الامير فهد بن محمد. طيب الان في عضو شرف يبغى مثلا هاسك يمشي من تدريب نادي الهلال. طيب كلهم اعضاء شرف، هو اللي يجيب وهو اللي يودي. طيب بعدين اداره نادي الهلال وش دورها في النادي؟ يعني اذا اعضاء الشرف هو اللي يجيب المدرب والعضو الشرف الاخر هو اللي يمشيه، طيب اداره نادي الهلال وش عملها بالضبط يعني؟ عموما اللي حاب يتواصل معنا، ونبارك مره ثانيه لنادي الاهلي، وراح نتكلم بشكل اكبر عن الاهلي وعن الهلال. اللي حاب يتواصل معنا موبايلي 630 590، موبايلي 630 590 زين 73 22 22 STC 8348. رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج الجولة على إذاعة ميكس اف ام. باركنا للأهلي وتكلمنا عن إدارة نادي الهلال. نتكلم شوي على يمكن خلينا نقول الحدث الأبرز في مباراة أمس بغض النظر عن النتيجة والتأهل. الآن نتكلم على سامي الجابر. طرد سامي الجابر من الملعب. أنا الصراحة في أمور مثل ما احنا قاعدين نقولها بس نستغربها من بعض الناس. يعني قاعدين احنا ننتقد عمل، يعني ننتقد عمل الإدارة، ننتقد كثير من الأمور، لكن ما ننتقد أشخاص. يعني أنا صراحة ساءني كثير بعض الأشخاص وبقولهم بالأسماء. يعني أتكلم مثلا إذا كان الحساب صحيح على تويتر مثل فهد الغشيان، يعني ساءت سامي الجابر بهذا الشكل الشخص، يعني واضح أن في تصفية حسابات. السالفة مي بتصفية حسابات، السالفة عمل. يا تنتقد العمل لكن تدخل يعني حتى ندخل في العنصريه في الاسم وفي اللون، يعني مثل بعض اللاعبين، يعني ما يصير يعني توصل لها الحد. هذا بالنسبه لموضوع سامي الجابر. لكن هل سامي يستحق العقاب او ما يستحق العقاب؟ هذه عند لجنه الانضباط. لكن على سالفه لجنه الانضباط، ايش راح يصير بكره؟ قبل ما أقول لكم الخبر الخاص ببرنامج الجولة، أن لجنة الانضباط الوضع مع اتحاد الكرة المؤقت والمكلف برئاسة أحمد عيد، يعني الأمور ما هي بصحية أبدا، يعني بينهم مشاكل الله يعلم فيها. الدكتور أحمد عيد والدكتور ماجد قاروب رئيس لجنة، طبعا اللجنة القانونية ماجد قاروب واحمد عيد الرئيس المؤقت متهاوشين. وعندنا بعد احمد عيد ورئيس لجنه الانضباط صالح الخضر متهاوشين. يعني والسبب في ايش؟ ان القرارات اللي تصدر من لجنه الانضباط بعضها رئيس لجنه الانضباط ما يعرف عنها، وكل القرارات اللي تصدر من لجنه الانضباط الرئيس المكلف للاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد ما يعرف عنها، يعني يقراها في الجرائد مثلا تخيلون. لجنة الانضباط رافضين، يقول لك لا ليش احنا نعلم أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي بأي شيء احنا مثلا نقوله أو أي قرار احنا نتخذه، لا مو بلازم يعني. واحمد عيد يقول لا يا جماعه الخير، يعني يا ريت حتى لو كانت صوره ترسلون لي اياها، يعني بعض القرارات. رئيس لجنه الانضباط صالح الخضر يحلف الرجل ويقول انه ما يدري عن القرار الخاص بجمال تونسي رئيس نادي الوحده السابق، يقول انا ما ادري عنه، هذا من اللجنه هم مصدرينه وانا ماني موجود، انا تفاجات فيه. تخيلوا الى اي حد
وصلت لجنة الانضباط والاتحاد السعودي لكرة القدم. الخبر يقول أن بكرة الأحد راح يكون في اجتماع في الاتحاد السعودي يضم أحمد عيد ومستشار الاتحاد القانوني ماجد قاروب ورئيس لجنة الانضباط صالح الخضر والسكرتير القانوني للجنة الانضباط فيصل الخريجي ورئيس لجنة الإعلام والإحصاء أحمد صادق دياب وأمين عام الاتحاد عبد الله السهلي من أجل حل الخلافات بين ماجد قاروب وصالح الخضر وبين أحمد عيد من جهة أخرى مع ماجد قاروب بسبب قرارات لجنة الانضباط خصوصا الأخيرة التي تصدر لوسائل الإعلام دون علم أحمد عيد ودون موافقة رسمية نهائية من رئيس لجنة الانضباط صالح الخضر. مصادر برنامج الجولة تقول أنه في كان قرار صدر ولم يعلن عنه وتم سحبه خاص بمدرب الشباب برودوم. طبعا مدرب الشباب برودوم كان فيه عليه عقوبة قبل مباراة الشباب والنصر بالإيقاف. بعد مباراة الشباب والنصر اللي في كاس الملك راح برودوم يسوي مؤتمر صحفي كالعادة، قال لك لا لجنة الانضباط شلون يسوي مؤتمر صحفي وهو موقوف؟ لا لازم نضاعف العقوبة. أصدروا عقوبة وارسلوها بخطاب رسمي لنادي الشباب. طبعا رئيس نادي الشباب زعل أستاذ خالد البلطان وراح اتصل على أحمد عيد واتصل على صالح الخضر بدون طبعا علم رئيس لجنة الانضباط. طلع القرار، وقفوا القرار قبل لا يطلع للإعلام وسحبوا القرار. فتخيلوا إلا أي حد يعني صارت السالفة لجنة الانضباط هذه ما أدري من وين جاية يعني غريبة. عموما سالفة المؤتمرات الصحفية هي ملزمة على الأندية في دوري زين فقط وغير ملزمة على الأندية في سواء في كاس ولي العهد أو كاس الملك للإحاطة. يعني صحيح أنه في بعض المؤتمرات تطلع في كاس ولي العهد أو كاس الملك لكن هذا من باب الترتيب أو تعويد الأندية على إقامة المؤتمرات. لكن لو أي نادي ما سوى مؤتمر في كاس ولي العهد أو في كاس الملك بعد أي مباراة ما عليهم أي عقوبة. العقوبة تكون في دوري زين فقط لأنها هي ملزمة على الأندية المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمدربين في دوري زين فقط. هذا اللي حاب أقوله. وعشان كذا لكن لجنة الانضباط كالعادة يطلعون بعض القرارات. هذه على طاري سالفة سامي الجابر ولجنة الانضباط والمطالبة بعقوبة سامي الجابر. لكن اللي ما عجبنا أرجع أقولها بين قوسين مرة ثانية اللي احنا يعني نشخصن الأمور بهالشكل ويكون التجريح واضح ان هي تصفية حسابات ما يصير. اذا كان في شيء ياخذ العقوبة مثل غيره، لكن ان هي تكون سب ولعن والامور هذه يعني ما تصير صراحة في الرياضة السعودية. ميكس اف ام تقدم الجولة. نرجع مرة ثانية نذكركم بأرقام التواصل. موبايلي 630 590 موبايلي 630 زين 73 22 22 زين 73 22 22 STC 8348 STC 844448. طلعت إشاعات يقول لك سعود كريري وقع النادي الهلال، إشاعة لكنه خلاص منتهي مع الاتحاد لكن ما وقع رسمي. خلينا ناخذ اتصال، بناخذ اتصالاتكم على السريع. محمد تفضل يا محمد. هلا فين؟ حياك الله محمد تفضل. هلا والله كيف الحال؟ خير. شيك زعلان هلالي شكلك؟ ها؟ اقول هلالي؟ هلالي ومبسوط ما في هلالي ومبسوط. عطني شلون؟ اي ليش يا اخوي ليش ما انا مبسوط يا اخي؟ هذا بطولة كل سنة تجي والهلال يعني ما حقق السنة هذه السنة الجاية يحققها ما عندي مشكلة. هذا يعني في شغلات المفروض هو يبديها يعني كان يعني ركز على كاس آسيا مثلا. العام اخذنا الدوري وكاس ولي العهد واللي قبل الدوري وكاس ولي العهد. اوكي مو كل شيء يعني بياخذه كل حاجه. طيب سبب خساره البطولات يا محمد؟ والله شوف يعني السنه هذه بالذات عندك يمكن في غلطه من الاداره مثلا. غلطه واحده بس؟ كيف؟ غلطه واحده بس؟ والله هو وش اقول لك يعني كانت الغلطات هذه اللي انت تحسبها على شغلات مثلا ايش مثلا نجد يعني جاب لعيبه هم مو كويسين مثل هرماش ومثل العربي. والله شوف انا العربي لا محمد انا ما اتكلم. شوف انا ما اتكلم على تعاقدات اللاعبين الاجانب. اللاعبين الاجانب احنا عارفين يعني ممكن يجيك لاعب غالي وممكن يكون يعني طيب مثل العربي. غلطات في الاداره مثلا. لا انا اتكلم انه بعض الصلاحيات يعني اتكلم عن بعض الصلاحيات في الاداره. يعني كان في مشكله اخوي كان في مشكله السنه هذه المدرب هو كانت المشكله. لا انا ما اتكلم يعني بس على المدرب. يعني كان دول اول ما جابوه كان كويس وكان متصدر الدوري. لكن شوف في ميزه
جماهير نادي الهلال يعني يبغون الفوز زايدا المستوى، لكن الفوز بدون مستوى ما يبونه. اي لان هذه تعطيك كان دول متصدر، شوف الغوا العقد حقه وكان محمد متصدر او الثاني، هذه تعطيك المستوى، يعطيك اشارات. الكل عارف ان كان توماس دول ما راح ينجح. محمد لا نضحك على بعض ونرجع ونقول والله توماس دول بينجح وصار الاول. ما تصدر الدوري فتره من اي انا ما اتكلم على الصداره يا محمد، نص الجولات كان انا ما اتكلم يا محمد عن صداره اسبوعين او ثلاثه، انا اتكلم على مستوى طوال الموسم. توماس دول كان غير مقنع لجماهير نادي الهلال. يعني انت تقول غلطات ما هي اداريه، غلطات فنيه. لا انا اتكلم جميعها، يعني هي مجموعه، يعني مجموعه اخطاء. يعني اتكلم عبد الرحمن بن مساعد ما قصر يا اخوي، ما قصر باي شيء. وبعدين انت قبل كم من يوم او الاسبوع اللي راح انت قاعد يعني تلوم عبد الرحمن بن مساعد او انك كذا تمسخر عليه انه رايح يستقبل الفريق وهو جاي من ايران. صحيح. يعني بالعكس يا اخوي، ترى هذه من انت ما تعرف يعني من ضمن الشغلات النفسيه للعيبه رفع المعنويات. يعني جاي من هناك وفايز على فريق ايراني. بس انا قاعد اتكلم يا محمد، يعني انا ارجع واقول لك يا اخي، انا في امور ثانيه تخص رئيس النادي غير اني اروح استقبل في المطار. صحيح ان هذه اشياء مكمله وتعطي امور نفسيه للاعبين، لكن انا اخلي يا محمد الله يخليك، يعني اني انا اخلي مثلا الامور في بعض الاشياء تصير في النادي. يا رجل تدخل انت تمرين نادي الهلال الان من اصغر، انا بس بوصل لك صوره من اصغر، لا من اصغر، انا بعطيك بعض الامور مو بس المدرب، من اصغر عضو شرف في نادي الهلال له كلمه الان في نادي الهلال ويتدخل حتى في التشكيله، من اصغر عضو شرف الى اكبر عضو شرف. هذه من المسؤول عنها. يتدخل في تشكيل. ما اتوقع. انا مسؤول عن كلامي هذا، وارجع اقول لك انا كل يوم موجود. ايش اللي مسؤول عن كلامك؟ ان منو العضو هذا مثلا؟ لا انا اقول لك من اصغر عضو، شوف انت من اعضاء شرف الهلال، من اصغر واحد الى اكبر واحد يتواجدون ويتدخلون في امور كثيره في اداره نادي الهلال. طيب منها التعاقدات مع المدربين. ولا طوائف السنين اللي راحت ولا ايش؟ لا اتكلم السنه هذه. السنه هذه في عهد اداره الامير عبد الرحمن بن مساعد. في السنه هذه في خلل ولا هو بعيب. ولا هو بعيب يا اخوي، شركات عالميه تخسر سنه صحيح وتنجح سنين. صحيح يعني صحيح لكن الشركات هذه تعترف بخطأها، لكن ما اطلع اقول والله انا غلطان وانسى الموضوع. اكبر دليل يا اخي قال لك عبد الرحمن مساعد، يا اخي هذه غلطته وانا اتحمل مسؤوليتها. هذه رقم كم يقول نفس هذه رقم كم يا محمد؟ يقول نفس الكلام ولا يصير شيء، بالعكس تزداد الامور سوء بالنسبه لجمهور نادي الهلال. معليش انت لا تجيب بعد نادي الهلال نادي يملك الكون كله، كل سنه لازم لا انا ما اتكلم على الكون، انا اتكلم على جمهور نادي الهلال. يعني بعض الاشياء يا اخي، اقاله هاسك، لا عدم اقاله هاسك، استقاله سامي الجابر، عدم استقاله سامي الجابر، يعني في امور. انت تجيك الاخبار هذه من اداره نادي الهلال. وشو من اداره يعني نادي الهلال؟ مثلا والله استقاله سامي. اي من اداره نادي الهلال. من اداره نادي الهلال. من الاداره. والله شوف عاد الاخبار اللي تطلع من الاداره اذا ما طلعت بشكل رسمي يا اخي هي عاد بتدور على الرسميه مثل النفي والاثبات، عاد بتتعب يا محمد. طيب انا بقول لك حاجه، يعني كان وضع الهلال السنه هذه فهو في اللاعب الكوري وفي المدرب، عرفت، وفي العربي. فماش نقدر نقول يعني ما عليه يمشي. هو افضل الاجانب. هو افضل الاجانب. نادي الهلال هو افضل اجانب. طيب يعطيك العافيه محمد. نرجع نقول المشكله الرئيسيه المدرب وبس. طيب وانا اقول لك اياها، البطوله هذه يمكن لعيبه الهلال هم الخسرانين عشانهم ما راح يسلمون على الملك عبد الله. اكيد طبعا. هذه خساره بحد ذاتها يعني لهم. أكيد. كل سنه كان ودهم كل سنه، لكن مستمره، والسنه الجايه اذا ما تحققت السنه هذه السنه الجايه باذن الله تحقق. يعطيك العافيه. بس محمد قبل لا تقفل، لانه لفت نظري صراحه شيء انت قلته، المشكله هذا الموسم المدرب، صح؟ انا بس اطلب منك بس بعد ما تقفل تروح تبحث من اللي تعاقد مع المدرب ولمصلحه من بقاء المدرب في نادي الهلال. يعطيك العافيه يا محمد. هذه اعتبرها لا عشان تعرف بس الاخطاء يعني. اي مو مشكله السنه هذه انت اعتبرها. لا يزعل عليك فيصل، ترى بعدك فيصل اهلاوي من حقه ياخذ مساحه اكثر منك لانه فايز. ها صحيح. يعطيك العافيه يا محمد، شكرا لك. خلينا ناخذ فيصل. تفضل يا فيصل تسمعني؟ نحاول ناخذ اتصال فيصل. ناخذ بعض الاخبار. واصل ياسر القحطاني تألقه في الملاعب الاماراتيه
بعدما أضاف هدفه السابع في الدوري الإماراتي بتسجيل هدف فريقه العين الأول في مرمى الشباب أمس، وذلك في المباراة التي انتهت ب3 مقابل هدف للعين ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإماراتي. ينتظر أن ينهي مساء اليوم اللاعب سعود كريري مسلسل الجدل الحاصل بينه وبين الاتحاد خلال الفترة الماضية بتجديد عقده مع الاتحاد لمدة 3 مواسم بعد الاتفاق نهائيا على كافة الأمور المالية. نرجع مرة ثانية ناخذ فيصل. فيصل الو، مساء الخير. مبروك يا هلاوي. الله يبارك فيك، طول العمر مهزوم وتعطيه ساعة، أجل أنا أعطني ساعتين يا 4. كل ما تكلمني بسرعة يا فيصل بسرعة. 4 وراي تطرد فيني. 4 ساعات، خذ راحتك. بيض الله وجهك. مبروك يا حبيبي الله يبارك فيك، بس مع احترامي مشجع الهلالي دخل معك في جدال عقيم. يعني انت شلون عقيم؟ انت الان اهلاوي، عطني شلون بغض النظر عن مباراة امس. مع احترامي يعني شوف فيصل اطلب منك طلب. انا ابيها. الله يسلمك والله تسلم. انا بس ودي انك تقول من وجهة نظر محايد الان، لا تاخذها من اهلي ولا. بقول الصدق. شوف بقول لك شغله، بس اول شيء قول، اول شيء بارك للاهلاويين يا اخي. طيب ابارك لهم وانا منهم، شلون بارك؟ بارك لهم يا اخي، ما يحتاج. بقول لك شغله، اول شيء مبروك لكل الاهلاويين ويستاهلون، وهذا الطبيعي وهذا الوضع الطبيعي للاهلي، عرفت؟ لا يعني خساره الدوري انه الاهلي مو، انت تعرف انه المفروض سنويا الاهلي يكوش على كل البطولات، مو عشان اهلاوي، بمستوى وشهاده النقاد يعني. لكن انا بقول لك شغله واحده، ترى احنا ما نتصل هنا دحين يعني يوم تقول محايد اني بتصل وبتهجم على الهلال ولا رئيس الهلال ولا عشان لا بالعكس، انت شخص محترم بالعكس. لا بقول لك شغله، انا لا نتهجم لا على الهلال ولا على الاهلي ولا بالعكس، كلهم انديه. الله يرضى عليك، خلينا نكمل بس فكرتي. انه حبيبي المشجع الهلالي قبل شوي يا عزيزي، لما انا اقول في خطا مو معنى اني انا ضد الهلال ولا ضد ذا، ولا لما ثامر يقول، ثامر يا من انتقد الاهلي يا من انتقد الاتحاد والنصر وذا، مو مشكله. اول العلاج انك تحط يدك على الجرح. اما اشوف الجرح مفتوح واقول لا مو مشكله السنه الجايه، طيب يا اخي ممكن اذا بتقعد بهالطريقه للسنه الجايه ولا اللي عقبها بتاخذ شيء، ما راح تاخذ شيء اذا انت ما عالجت وضعك، عرفت شلون؟ لكن اني ابغى اقعد كل مره يقول ايوه عارفين وان شاء الله السنه الجايه. يا اخي ترى في انديه ثانيه بدون ذكر اسماء كل عام يمنون احلامهم بعام، وزي ما هم لو تروح تلقاهم على قولهم حطت ايدك، مو منطق هذا. بس تعليقي كمحايد، ولكن انا قلت لك من قبل يا استاذ ثامر، الاداره الهلاليه اتخذت سياسه الشو، انه انا اجيب صفقات لا اكثر. انت معي؟ معك. يعني سعد الحارثي بالله هذا كان صفقه ناجحه، مع احترامي للاعب كانت شو انه اخذنا لاعب من النصر فقط لا غير، والله والدليل عنده 3-4 مهاجمين. شفت البارح وش نزل؟ والله قعدنا نضحك، انا كنت حاضر مباراه 4 مهاجمين 4 مهاجمين من على قولهم مهاجمين على قولهم الفحوله اللي في الدوري السعودي كلهم حاطهم انت عندك في الاحتياط. طيب وش رايك بس في انه يشرك عيسى المحياني؟ مع احترامي يعني عيسى رايح للاهلي، تحطه في وضع صعب كذا، يعني لو لا سمح الله الادمي هذه وش الدل يا فيصل؟ الدل يعني مع احترامي الله بالخير على المدرب. المدرب ما عرف يقرا المباراه، ولا ترى كان الاهلي كان بيضيعها. ترى الاهلي البارح شوف انا اهلاوي، ترى في البدايه الاهلي رجع وسلموا من المباراه بس لحق في الاخير. لا مع احترامي تنزل عيسى محياني لاعب بين نارين، عقد للاهلي وقع وانك تلعبه مع الهلال، لا تقول لي محترف وخلاص احنا بشر. خلاص لو انه مجرد مفاوضات اقول لك اوكي، لكن موقع وخالص الرجل انت. يا سلام، لو انا لعبت عيسى محياني وشت على الباب وما جات، ولا لا سمح الله ما توفقت، ايش حيقولوا عنه؟ حيقولوا والله عشان رايح الاهلي، صح ولا لا؟ صحيح. لكن انت لا تحط اللاعب في هالموقف، المفروض ما العبه خير شر، عرفت؟ انا بس بقول طيب تهدي الفوز لمين الحين يا فيصل؟ تهدي الفوز لمن؟ اهدي للرمز الاهلاوي الكبير خالد بن عبد الله والرئيس النادي والاعضاء الشرف واحترامي وتقديري، ونرفع القبعه على اداره الاهلي اللي هي اللي تسوي التعاقدات، وهي اللي تتعاقد، وهي اللي تلغي، وهي اللي تحذف، وهي اللي تسوي كل شيء، لا يفرض عليها لا عضو شرف ولا غيره.
عرفت؟ اعضاء الشرف يجون معززين مكرمين. يعني تقصد مو مثل الهلال يعني؟ والله عاد مثلهم ولا امثالهم كثير. فاللي بقوله لك مع احترامي، عضو الشرف على عيني وراسي. انت دعمك اول شيء يوم تدعم ليش؟ لازم تعرف الهدف من دعمك وشو. صحيح. دعمك لحبك للنادي، مو لانك تتدخل في القرارات. نعم، تدخل في الخزينه، تدخل في الخزينه والسلام. اما اجي ادخل في القرارات، طيب وش فائده الرئيس اللي جاي ومعاه اداره، مكون اداره مختار؟ انا بس عشان ما اخوض فيهم هم ادرى، انا بقول نقطه واحده بس على السيد الناقور. أنا ما كلمتك قبل وقلت لي وش رايك في التحدي؟ وش قلت لك؟ قلت لك إذا بيتحدى يتحدى تحدي زي الناس، تحدي الأقوياء. أما حسابي وما حسابي واقفل حسابي، طيب روح افتح ألف حساب يا عمي، ما هو تحدي. طيب يا فيصل يعطيك العافية. وصلت الصورة أكيد يسمعك. يعطيك العافية. يا سامر أرجع وأكرر عليك، أنت إنسان محايد، لا أحد يحسبك على الهلال ولا على النصر ولا على أي نادي. تسلم يا فيصل، يعطيك العافية. تسلم بالعكس. يلا السلام عليكم. يعطيك العافية ومبروك مرة ثانية. جابر اللي يعني أكيد في ناس عارفين خلفيات الموضوع، وفي ناس يقول لك لا شفته طلعت إشاعة. لا، مي بإشاعة. سامي الجابر كان متخذ القرار إنه هو يقدم استقالته من قبل المباراة بيوم، واتخذ القرار نهائيا يوم المباراة. لكن بعد المباراة خلينا نقول هو كان بينه وبين نفسه طبعا متخذ القرار، لكن الرجل متردد، يعني وده وما وده، يعني خلوني استقيل، لا بس تمسكوا فيني تكفون، يعني بما معناها، وانتم عاد كل واحد وبراسه. عموما خلينا ناخذ اتصال. هاني، طيب من الاول؟ ابو دارين، تفضل يا ابو دارين. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. مساك الله بالخير اخ سامر. حياك الله، مساك الله بالنور. حبيبي انا اول شيء مبسوط منك، انت يعني انت ما تنتقد جميع الانديه. اوكي، ولكن انا مستغرب المشجع الهلالي اللي قبل المشجع الهلاوي جالس يبرر للاداره الهلاليه. انت وش تشجع يا ابو دارين؟ انا نصراوي. طيب، بس انا اللي بستغرب له يعني عمليه التطبيل هذه للاداره، الاداره ما هي اداره فاشله. انا اعتبرها السنه هذه اداره الهلال دخلت السنه هذه بالذات كانت العمليه عمليه مكسب مالي بشراء عقود لعيبه استثماريه، اداره استثماريه، استثمار فقط لا غير. السنه هذه بالذات كانت العمليه استثمار. اخذ العربي بكم مليون يورو والان جالهم 10 مليون يورو فيه. يعني ما خططوا انه الهلال ياخذ. طيب الشيء الثاني اللي انا لخصت عليك، انت قلت لي فهد الغشيان وبتويتر واشياء شخصيه. لا، ما هي شخصيه. لو نرجع لفهد الهريتي في كاس العالم للانديه، اللاعب سب المدرب، تم ايقافه من الاتحاد السعودي. لا يا ابو دارين، عشان بس تكون الصوره واضحه بالنسبه لك، انا ماني قاعد اتكلم انه هل هو المفروض يوقف ولا ما يوقف. انا قاعد اتكلم، تخيل انك انت تنسب ويدخل في عند اهلك وتدخل في بعض المصطلحات البذيئه المفروض ما تنقال، يعني صارت كأنها تصفيه حسابات. يعني حسسني صراحه انه كان بينه وبينه شيء، والان قاعد اتكلم على الفاضي. انا قاعد انتقد مثلا سامي الجابر، قاعد انتقد عبد الرحمن بن مساعد في عملهم، لكن ما اطلع اني اسب واجرح في شخصيتهم هم. ما يصير. يعني هذا انا اقول، انا ماني بضد انه يوقف او ما يوقف. لا، برضه انت ما فهمتني. برضه انت ما فهمت. انا اتكلم كلاعب، يعني سامي الجابر مني اول مره تصدر منه الحركه هذه، صدرت منه قلت المدرب لاتشي في الامارات. ماجد المركزي الاسبوع اللي راح برضه في مباراه الاهلي تكلم على الحكم وطلع مدير الاعمال حقه يحامي عنه. بس بلاتشي اذا ماني غلطان ابو دارين كانت في بطوله اسيويه واخذ عقوبه، صح ولا لا؟ هو سامي الجابر؟ اي في موضوع بلاتشي. ما تمت معاقبته. لا كان في عقوبه. الاتحاد السعودي عنده. لا تتكلم على موضوع نجيب طاري بلاتشي، انا رديت عليك بس ما ادري بالاشياء. لا ما تمت معاقبه سامي الجابر نهائيا. انا اتحدى في الكلام هذا. طيب يردون عليك الهلاليين لو يسمعون. طيب الواحد يزعل من كلمه الحق. لا انا اقول لك هم يردون عليك عموما. بس ابو دارين، مباراه النصر بعد بكره، رايك؟ والله انا اكون صادق معك، والله انا خايف. ليش؟ فايزين 2-0 المباراه الاولى. اول شيء لا فايزين 2-0 المباراه الاولى. بغض النظر هذيك المباراه كانت بظروفها، بس هذه المباراه هذه عندك محمد عيد مصاب، عندك خالد عزيز برضه مصاب، عندك ابراهيم شايع موقف كرتين، عندك ابراهيم غالب مصاب. يعني لعيبه الارتكاز بالوسط صافي. الله بالخير الحين بيرجع لي على احمد عباس وعلي فلاته وبيلعب عمر هوساوي. يعني طيب الفريق يرتبط.
يعطيك العافيه ابو داري، معلش عشان نلحق ناخذ باقي اتصالات. شكرا لك ولاتصالك. هنا في رساله يقول استمتعنا بالبرنامج، يقول انا نصراوي مبروك للاهلي. بالنسبه لسامي الجابر صدقني لو ينهزم دايم يسوي هالفلاشات. مازن عسيري يتمنى انه يشارك، ابشر يا مازن ان شاء الله ان لقينا وقت. في هلالي يقول تكفى ابي اشارك. في هنا يقول ثامر ما تلاحظ انك ماخذ الكلام. طيب اوكي يعطيك العافيه، يعني هذه ذب عليه شوي، يقول انك تسال وتجاوب. عموما بالنسبه لزميلنا عبد الله المحضار اعطانا معلومه حقت سامي وبلاتشي انه تغرم $5000، يعني احنا نعطي الحق لاصحابنا. اتذكر ان كان في غرامه في ايقاف لانها كانت في البطولات الاسيويه. خلينا ناخذ هاني، تفضلي هاني. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مساك الله بالنور، حياك الله. اول شيء يعطيك العافيه، ثاني شيء احب ابارك لاخواننا الاهلاويين يستاهلون، وثالثا اتمنى ان شاء الله النصر يفوز على الفتح وتكمل الفرحه ويفوز بالكاس ان شاء الله ويعود لامجاد البطولات. النصراوي هاني. هاي نقطه. ما انا جالس ادعي النصر كذا بس النصراوي. طيب تفضلي هاني. يعني ما احنا زي الشامبيونز ليج ولا في اوروبا نقول انه نتمنى الفوز. لا بس لا في ناس لا في ناس يتمنون. يعني انا اقول لك مثلا يعني خلينا نقول لك الهلال طلع الان والاتحاد طلع صح؟ يعني مثلا وصل للنهائي الهلال عفوا الاهلي والنصر مثلا. تتوقع الهلاليين والاتحاديين بيكون مختلف الميول في النهائي صح ولا لا؟ يعني الاتحادي ممكن يتمنى النصر يفوز ولكن الهلالي لا يتمنى النصر يفوز عشان انه بيشارك بطولة سوية اذا فاز الاهلي. طيب تفضل. يعني ناخذ من هذا الباب. النقطة السلام كلها موضوع إدارة نادي الهلال وسامي. ما أحب إنه يجي شخص يقول أنت نصراوي ويش دخلك موضوع الهلال، لأن إخواننا الهلاليين الله يجزاهم خير من 5 سنوات هم اخصائيين في شؤون النصراويين. نقطة السلام كلها يعني الموسم هذا أمانة كان عمل استثماري في نادي الهلال، استثماري ناجح للإدارة وسيء فنيا للفريق. يعني خصوصا بعد حركة سامي الجابر أمس. يعني أنا ما أدري وش المقصد منها يا سامي، هل أنه تسحب أضواء يعني عن الفريق اللي ما قدم مستوياته كالعادة للأسف. يعني أنت جالس تسوي شو بعد مباراة أو وقت مباراة عشان تلفت الأنظار لك. إضافة موضوع الاستقالة أو غير الاستقالة هو ذكرها أعتقد حساب تويتر، كان قدمت استقالتي ولكني اعتذرت عن الاستقالة عشان أركز على البطولة الآسيوية عشان ما يطلع شخص يكذبك أخوي ثامر. أنا أعتقد في لا أنا ما كذب، أنا ما كتبتها عموما. أنا لمحت في البداية قبل لا بس أنا أقول لك هاني عشان حتى المستمعين، أنا في تويتر كتبت لمحت مجرد تلميح وقلت أن هل نشاهد استقالة سواء فوز في حالة فوز. اي انا عارف انه ذكرها، لا انا عارف انه ذكرها وعارف انه هو قدمها برساله حتى رئيس نادي الهلال. يعني في اشياء حتى هو ما ذكرها سامي الجابر انه هو ارسلها رساله. لكن انا السؤال اللي اطرحه على جمهور نادي الهلال وسامي الجابر، اذا هو عارف ان الامير عبد الرحمن بن مساعد راح يرفضه وهو معزم على الاستقاله، يرسلها برساله ليش؟ ما هو جلس ربع ساعه في الملعب بعد المباراه عشان يرسل رساله ليش؟ يعني هذا السؤال. إضافة يعني هو أنا أشوف إنه شو إعلامي أكثر، يعني تعود عليه سامي. يعطيك العافية. شكرا لك هاني. عشان بس نلحق على باقي اتصالات. على طاري يعني اللاعبين الهلال يقنعون الإدارة ببقاء هسك، لاعبين الهلال يقنعون سامي بالبقاء وعدم الاستقالة. دولي لاعبين ولا أعضاء مجلس إدارة؟ خلينا ناخذ اتصال معنا عوض. تفضل يا عوض. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. كيف حالك ثامر؟ طيب بخير الله يسلمك. اول شيء بارك للاهلاويين. يستاهلون اكيد. يستاهلون اكيد طبعا. احنا نستاهل بعد نستوهم. من انتم هلال. طيب تفضل. ايوه. اول شيء ثامر انا زعلان عليك صراحه. افا ليه؟ اخر شيء خليني اقوله لك من الحين. صح الإدارة أخطأت أوكي وأعلنت خطأها مرة مرتين 3 ندري أوكي. إحنا ما نبي نفكر بالموسم ده انتهى أوكي. الجمهور الهلال أتكلم عن جمهور الهلال كلهم. ما بي أحد يجي يتصل بعدي يقول يعقب علي، ما بي أنا أي جمهور. نبغاك آخر اتصال يعني ونقفل. لا طيب تفضل. لا اللي بعدي لأني سمعت ما شاء الله فيصل وسمعت الثاني. طيب على السريع عوض لأنه بناخذ أذان بيدخل علينا الأذان الحين. طيب يا ثامر أول شيء يا ثامر صح إن أخطأت الإدارة. حلو أخطأنا ما عندي أي مشكلة.
واعترفنا بالخطا. اوكي. اما الاخ فيصل يقول الاداره والاداره سوت كل شيء الاداره، ما بيتكلم عن الاداره. احنا تكلمنا واجد والله. اول شيء نتكلم عن سامي الجابر. سامي الجابر صراحه امس اوكي يعني ما بيقول لك يعني شلون اسميها لك تامر، والله ما ادري شلون تامر. مو قصه تعالوا لي عشان اجي ارجع لك، لا تامر من اخذ شهاده التدريب المفروض خلاص مع السلامه. سامي شوف لك فريق ثاني. طيب هو قال كذا بس الهلاليين مسكين فيه. وصلت يا عوض، يعطيك العافيه. شكرا لك. اخر شيء عوض لان خلاص اذان، سامع الصوت دخل اذان، معليش. طيب اوكي مالي. يعطيك العافيه ان شاء الله باذن الله. يعطيك العافيه. نتواصل معكم. يعطيك العافيه. شكرا لكم. يعني في امور كثيره صراحه ودي كنا نتكلم فيها سواء في الاهلي او الهلال او حتى مباراه، لكن عندنا ان شاء الله اليوم برنامج غرفه 11 وبكره ان شاء الله برنامج الجوله بناخذ اكثر حديث. عموما شكرا لاستماعكم برنامج الجوله اليوم. ان شاء الله راح نكون معكم اليوم في برنامج غرفه 11. شكرا لاستماعكم، تمسون الف خير.